سؤال محرج شوية، اتفضل. من أنصار مين في الكتاب، نبيل فاروق والّا أحمد خالد توفيق؟ قبل كده اتسألت السؤال ده، هم يعني أستاذ نبيل فاروق وأستاذ أحمد خالد توفيق، يعني كل واحد منهم ليه طريقته، بس أستاذ أحمد خالد توفيق يعني هو أقرب لقلوبنا لأن هو كان قريب شوية من الشباب. دكتور نبيل فاروق الله يرحمه طبعًا هو ده ملك الإثارة والتشويق، يعني الرواية بالنسبة لنا أحسن من مليون فيلم أجنبي وأحسن من مليون فيلم أكشن، كنا بننظر للبطل الأسطوري سواء نور الدين في ملف المستقبل أو أدهم صبري في رجل المستحيل أو حتى فارس الأندلس، كل الناس ديّة كنا بنبُص لهم كأبطال أسطوريين. دكتور أحمد خالد توفيق كان مخلّي البطل بتاعه على الأرض، يعني زيّنا. دكتور رفعت إسماعيل مُصاب بضيق الشرايين التاجية، ط في سفاري. دكتور علاء عبد العظيم ما لقاش فرصة عمل في مصر فراح مسافر برّه. عبير عبد الرحمن شابة متوسطة الجمال وهكذا. كنا بنحس إن الحاجة بتاعته على الأرض أكتر، فهو ده اللي خلّانا قريبين ليه. لكن طبعًا دكتور نبيل فاروق ليه طبعًا سمته المميزة جدًا والمحببة جدًا، ودكتور أحمد خالد توفيق ليه طبعًا برضه سمته وتقدير ليه.